يا صاحبي لو بتدور على منحة في ألمانيا تغطي مصاريفك كلها ومصاريف كمان معيشتك، فمنحة SPW برلين مناسبة جدا ليك ومميزة جدا ليك. وكمان المنحة دي يعني مميزة جدا خصوصا للناس اللي هم جايين من دول يعني عندهم يعني سوء اقتصاديا أو ماديا أو اللي هو سياسيا أو كده. والمنحة دي بتشمل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، يعني مش بس البكالوريوس وكده. زي ما قلت لكم المنحة دي لأي شخص حابب يعمل بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه مش قادر يتكلفها أو مش قادر يدرسها في بلده، يعني وليكن مثلا حالته المادية مش كويسة في البلد اللي هو فيها ومش قادر يعمل كده، فالمنحة دي بتوفر له وبتعرف ويعني بتدي له بوكت ماني كده. يعني هي مش بس مجرد يعني المنحة دي مش مجرد ماني أو فلوس هيدوها لك ولا لأ، ده بالعكس يعني بيدوك مزايا كتيرة جدا خلاف مصاريف الجامعة. بيدوك يعني بيحاولوا يدوروا لك على سكن وبيدوك سكن بدل سكن او بيجيبوا لك سكن وبدل مواصلات وتأمين وبدل سفر وكده وحاجات كتيرة جدا يعني هنفهمها في المزايا بعد شوية في الفيديو. وميزة ألمانيا كمان إنك تقدر تدرس هنا يعني في الجامعات يعني تقريبا شبه مجاني، يعني وليكن 100 200 300 يورو 400 يورو ماكسيموم في الترم. لو جيت تقارنها ما بين الجامعات مثلا في انجلترا او كندا او كده، ف المانيا تكسب في الحته دي. يعني هناك لو جيت تشوفهم يعني من 10000 ل 15000 جنيه استرليني او دولار في السنه او في الترم، فمفيش مقارنه جدا طبعا في التعليم او في اسعار التعليم. طب هو التعليم مجاني، المنحه بقى هتصرف عليها في ايه؟ زي ما قلت لك المنحه هتديك ايه او هتفيدك بايه المنحه؟ اول حاجه هتكلف مصاريف دراستك اللي هي الشبه مجانيه. ثانيا هتديك راتب او بوكت ماني تقدر تصرف بيه وانت بتدرس، يعني وغير التامين الصحي والسكن، وراتب تقدر تصرف بيه وانت بتدرس اثناء الدراسه. هي المنحه عموما مبنيه على ان مثلا الطلاب اللي هم الكويسين او الموهوبين في مثلا بلاد يعني اقل اقتصاديا او سياسيا او كده، ان هم يعني المنحه قايمه انهم يعطوهم عشان يدرسوا وعشان لما يرجعوا يقدروا يطوروا في بلدهم وكده. يكون اللي قايم عليه المنحه يعني لو انت من سوريا اليمن فلسطين مصر العراق اي بلد من البلد دي اللي فيها مثلا وضع مش مستقر، فالمنحه دي مناسبه ليك جدا. والشرط الاساسي للمنحه دي هو انك تقدر تثبت انك مش معاك يعني ماديا انك تقدر تكمل دراستك في بلدك او كده. يعني مثلا وليكن انت طالب ومش قادر تصرف على نفسك في مصر، او وليكن مثلا انت مش شغال لسه واهلك مثلا مش قادرين انهم يصرفوا عليك او كده في الجامعه، فتقدر تثبت ده. يعني ده هو يعتبر يعني الشرط الاساسي من الشروط برضو انك يكون عندك هدف واضح، يعني انك هترجع بلدك بعد ما تخلص المنحه وتخدم بلدك وكده. وفي اخر الفيديو هنفهم برضو ايه قصة انك ترجع على بلدك بعد ما تخلص المنحة يعني. وكمان يكون عندك الشغف انك تقدر تكمل الدراسة وتخلصها وتقدر تشتغل بعد ما تخلص. كل ده هنثبته في الأوراق، نثبته يعني في بعض الأوراق اللي هقولها لك دلوقتي. طب المنحة دي موجهة للبكالوريوس ولا الماجستير ولا الدكتوراه؟ زي ما قلت لكم في أول فيديو المنحة ديت للثلاثة، يعني بتبقى أغلبية للبكالوريوس والماجستير وفي بعض الحالات تبقى الدكتوراه كمان. زي ما قلت لك هي ممكن تغطي الدكتوراه كمان بس في بعض الحالات، مثلا لو كان عندك هدف بحثي مثلا يخدم أهداف المنحة أو كده. لو أنت خلصت ثانوية عامة في مصر أو في أي دولة من اللي أنا قلت عليها تقدر تدرس بكالوريوس هنا، أو لو أنت خلصت بكالوريوس في أي برضه دولة من اللي أنا قلت عليها برضه تقدر تعمل ماجستير هنا. والمنحة دي يعني مش هتقبل أشخاص غير اللي هم عندهم أصلا قبول في ألمانيا، يعني مثلا يكون عندك قبول جامعي في ألمانيا، أو اوريدي أنت قدمت على قبول جامعي في ألمانيا ومستني الرد. فيعني أنت لو مش معاك قبول في ألمانيا فالمنحة دي اوريدي مش ليك، فأنت لازم مثلا يكون معاك قبول في ألمانيا أو قدمت بالفعل ومستني الرد. وأنت بالفعل قدمت على جامعة في برلين بكالوريوس أو ماجستير، فالمنحة دي ساعتها تقدر تغطي لك مصاريف دراستك ومعيشتك أثناء سنين الدراسة. والكلام ده كله دلوقتي لحد دلوقتي كويس. طب إيه بقى العيوب بتاع المنحة دي؟ أول حاجة من عيوب المنحة دي اللي هي بتوفر بس يعني 20 منحة لكل 20 طالب كل سمستر، فبالتالي يعني عدد قليل جدا. وغير كده كمان المنافسة عليها بتبقى عالية قوي خصوصا من دول أفريقيا شمال أفريقيا وآسيا وكل الناس دي. فهو مش أنت بس اللي بتقدم عليها، ده ناس كتيرة جدا بتقدم عليها. وكمان المنحة دي بتقبل بنسبة كبيرة اللي هم الأشخاص اللي يقدروا يعني يثبتوا إنهم هيرجعوا بلدهم بعد المنحة ويطوروا فيها وكده. وكمان في حالة إنك قدمت على جامعة
وخدت رفض في الجامعة دي، في هذه الحالة أنت المنحة دي مش هتبقى مسموحة لك إنك تاخدها. فيعني شرط أساسي إنك لازم يكون معاك قبول جامعي هنا. فبس كده خليني أشرح الشروط بتاعتها بشكل مفصل عشان تفهم أنت إيه أكتر اللي المفروض توفره، أو إيه الشروط اللي المفروض يعني توفرها في أو تكون موجودة فيك عشان تقدر تقدم على منحة زي دي. بص يا صديقي، أول حاجة وهي الجنسية. يعني الجنسية لازم تبقى من دولة اللي هي من اللي أنا قلت لك عليها مصر، أو دولة نامية يعني زي اللي أنا قلت لك عليها، أو وضعها الاقتصادي أو كده. دي أول حاجة. تاني حاجة وهي السن المتاح عشان تقدر تقدم على المنحة دي، وهو بيكون من 18 ل 30 سنة. وبيكون في بعض يعني التهاون، أو في بعض يعني إيه، يعني السهولة لو سنك فوق ال 30 سنة، في حالة مثلا لو بتقدم على الماجستير أو الدكتوراه أو كده. لكن السن اللي هو للمنحة دي من 18 ل 30. تاني شرط، وده أهم شرط في الشروط كلها، وهو الوضع المادي. الوضع المادي اللي هو إنك تقدر تثبت إن وضعك المادي أو وضع أسرتك إن هو ما يسمحش أو ما يقدرش إنك تدرس بيه في بلدك، أو تسافر ألمانيا تدرس في ألمانيا وتصرف على نفسك وقت الدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو كده. ده أهم شرط من الشروط. زي ما أنا قلت لك إن يكون عندك قبول في برلين، أو حتى في معهد في برلين على الأقل. حتى لو لسه معكش قبول، على الأقل تكون قدمت. يعني في طبيعة الحال لازم يكون عندك حاجة من دي. وكمان لازم تعرف إن المنحة دي بتغطي مصاريف اللي هي الجامعات الحكومية، مش جامعات خاصة. يعني لازم يكون أنت معاك قبول من جامعة حكومية مش جامعة خاصة. زي ما أنت عارف إن مصاريف الجامعات الحكومية هنا حاجة بسيطة، فهي بتغطيها. وزي ما قلت لك بتديك بوكت ماني شهريا تقدر تصرف بيه. وعلى آخر ما سمعت هي كانت تقريبا 800 يورو، لا إما أقل حاجة بسيطة أو أكتر حاجة بسيطة. ال 800 يورو دول من خلالهم تقدر تصرف على نفسك أكل وشرب وكده، والسكن والتأمين الصحي. لكن مثلا لو أي حاجة تانية مثلا رفاهيات أو سفر أو كده، ده أنت اللي بتكلفه. أو في حالة مثلا لو أنت مثلا طالب ماجستير أو دكتوراه أو بكالوريوس، ومثلا عندك متجوز وعندك أولاد وزوجتك وكده، فالمنحة دي بتغطيك أنت بس، مش بتغطي أسرتك، بتغطي تكاليفك أنت فقط. طبعا من ضمن الشروط كمان، واللي هي لازم يكون معاك شهادة لغة وإثبات لغة، لو أنت هتدرس بالإنجليزي أو لو أنت هتدرس بالألماني. لازم يكون معاك لغة على حسب بقى المجال اللي هتدرسه، وهو بيتطلب شهادة لغة مستوى لحد إيه. بالنسبة للشرط اللي بعد كده واللي هو إنك لازم ترجع بلدك تشتغل في المجال اللي أنت درسته لمدة 18 شهر. طب هكلمكم بقى في حاجة، أنت لو مش عاوز ترجع بلدك فإيه بيكون الحل؟ بيكون الحل في هذه الحالة إنك كل اللي المنحة صرفته عليك خلال سنين الدراسة أنت لازم تسده أو ترجعه على خلال سنة أو سنتين. يعني كل اللي المنحة ادته خلال دراستك أنت لازم ترجعه لها، يعني بالقسط، كأنك يعني أنت بترجعه شهريا، يعني بترجعه على مدة سنة أو اتنين، يعني كل شهر جزء معين. دي في حالة إنك لو مش عاوز ترجع بلدك بعد المنحة تشتغل فيها 18 شهر. دي الحالتين دول، يا اما ترجع بلدك تشتغل 18 شهر وبعد كده حبيت تيجي شغل، او تفضل هنا في المانيا بس كل المنحه صرفته عليك في خلال دراستك انت هتسده لها تاني بالتقسيط. يعني تعالوا بقى كده نعدي بشكل سريع جدا على الاوراق المطلوبه للمنحه دي. اول حاجه وبتبقى فورم كده استماره، هم بيبعتوها لك على الميل لما انت تيجي. اول حاجه انت بتبعت لهم على الميل بعض الدوكيومنتس كده ليك، ودي هتكلم عليها دلوقتي. هو انت بعد ما تبعت لهم الدوكيومنتس دي هم بيبعتوا لك استماره كده او فورم انت بتملاها. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تجيب لهم اثبات انك محدود الدخل، انك مش هتقدر تصرف، انك مش هتقدرش تيجي المانيا او تدرس في بلدك على حسابك الشخصي. دي تاني حاجه. تالت حاجه اللي هو بعد الاوراق ان يكون معاك قبول جامعي او قبول من معهد هنا. زي ما قلت لك، زي ما قلنا قبل كده، في حاله انك تم رفضك للجامعه فبالتالي يعني المنحة دي مش هتكون ليك. عاوزين برضو بعد كده شهادة لغة، ودي برضو على حسب انت هتدرس بايه، بالانجليش ولا بالالماني. بعد شهادة اللغة عاوزين اللي هو السي في، او اللي هو السيرة الذاتية ليك، حتى لو ما فيهاش بعض الحاجات كتيرة، بس لازم يكون ليك سي في يعني، وما يكونش فيها فراغات وكده. بعد السي في في حاجة اسمها اللي هو الخطاب التحفيزي، وده برضو بيبقى ليه عامل كبير جدا في التقديم على المنحة. الخطاب التحفيزي ده او الموتيفيشن ليتر ده، يعني تكتب فيه انت ناوي تعمل ايه لما تيجي،
ناوي تقعد فين، ناوي تصرف على نفسك إزاي، قصدي ناوي اللي هو يعني مش تصرف على نفسك إزاي ممكن كده يصرفوا عليك، ناوي اللي هو تعمل إيه بعد المنحة، هتكتب اللي هو خططك يعني وتبين لهم إنك عندك شغف في المنحة دي. ففي الmotivation letter ده أنت لازم تكتب فيه يعني إيه الحافز بتاعك وليه أنت عاوز تيجي تدرس في ألمانيا، يعني في حدود صفحة أو صفحتين أنت تكتب كل الكلام ده، وفي فيديو أنا اتكلمت فيه قبل كده عن إزاي تكتب الmotivation letter ده. أنت بتكتب في الmotivation letter ده أنت ليه عاوز تدرس في ألمانيا، وإيه اللي أنت هتقدر تقدمه لبلدك بعد ما تخلص دراستك المنحة دي، كمان يعني إزاي المنحة دي هتساعدك إنك تحقق أهدافك وكده. كمان تقول لهم يعني إيه الإنجازات اللي بتميزك في المجال ده، أو يعني إيه الحاجة اللي أنت مميز فيها وكده. وبرضه يعني برضه بيطلبوا منك بس بشكل أوبشنال يعني اختياري، يعني بيطلبوا منك خطابات توصية مثلا من دكتور في الجامعة، أو يعني مثلا في مدير شغل اشتغلت فيه قبل كده، ولازم اللي هو الخطاب التوصية ده هو معمول بشكل اختياري، بس أنت لو هتعمله فلازم يكون فيه التوقيع بتاع المدير أو الدكتور في الجامعة أو كده، عشان يثبت إن هو مش يعني الدكتور ده هو اللي كاتبه. بيطلب منك يعني نسخة من جواز السفر بتاعك، وبرضه بيطلب منك يعني كل الشهادات الدراسية اللي أنت عملتها قبل كده، كل شهادة أي شهادة دراسية أنت عملتها قبل كده. كمان لازم تكون جايب أعلى من 2.0 بالنظام الألماني. وكمان لازم تكون كل الشهادات دي أنت هتقدمها، أو كل الشهادات الدراسية أنت هتقدمها تكون مترجمة وموقعة سواء من وزارة الخارجية أو من السفارة. ولو عندك كمان أي أنشطة تطوعية في الجامعة أو بره الجامعة برضو كويسة، برضو المنحة دي قدمها. أي شهادات في أي أنشطة تطوعية وكده قدمها، برضو هتفيدك جدا في القبول. وآخر حاجة لازم تقدمها وهي الريتيرن بلان، اللي هي خطة رجوعك لبلدك. لازم تعمل لهم خطة تكتب فيها انك هتشيل بلدك ازاي لما ترجع وتخلص دراسة من المنحة دي، ودي بتكون صفحة كده ماكسيمم تكتب فيها كل حاجة زي ما قلت لك في بداية الفيديو او في نص الفيديو. لو انت في حالة مش عاوز ترجع بلدك، في اللي هو الاوبشن التاني اللي هو انك تقدر تقعد تكمل في المانيا، بس هتدفع كل اللي دفعوه عليك في المنحة بشكل يعني تقسيط يعني. فانت اول حاجة تبحث عن الجامعة اللي انت عاوز تدرس فيها في برلين وتقدم عليها، وتستناهم في يعني في الفترة اللي هم لسه بيردوا فيها انت تقدر تجمع كل الأوراق اللي أنا قلت لك عليها دي، وتبقى جاهز للتقديم على المنحة، أو تقدم على المنحة قبل ما الجامعة ترد عليك عادي. أنا قلت لك أنت بتقدم المنحة دي من خلال الإيميل، والإيميل بتاع المنحة دي أنا هسيبه لك في الوصف تحت. هم بقى بيشوفوا أنسب حد ل في المنحة، أجمد ناس يعني شاطرين في مجالهم أو عندهم خبرة كافية وكده، وبيتم قبولهم في المنحة دي. وبعد ما بيتم قبولهم بيعملوا معاهم انترفيو كده. هي المنحة صعبة أوكي، بس مفيش حاجة مستحيلة، فأنت قدم عليها، أنت كده مش هتخسر حاجة. وأنا المنحة دي حبيت أتكلم فيها لأن ناس كتيرة جدا يعني عندهم مشكلة في الحساب البنكي وكده، فالمنحة دي أول ما أتكلم فيها، فأتمنى أكون استفدتوا. ولو أي حد عنده سؤال اكتبوا له في الكومنتات، هرد على كل أسئلتكم، أو على الانستجرام على حسابي الشخصي برضه هكتبه لكم في الوصف. واي حد يعني بالنسبه للموضوع اللي جاي اتكلم فيه، لو حابين موضوع معين اتكلم فيه اكتبوا لي في الكومنتات. ويا رب تكونوا استفدتوا، وتنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يعني تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر. واشوفكم في فيديو جديد.